تنين الكومودو أحد أكبر السحالي التي عرفها الإنسان، ليس فقط لأن أجسادهم كبيرة جدا، ولكنهم عدوانيون للغاية أثناء المعارك. في حلقة اليوم سنشاهد اللحظات المذهلة عندما يتعرض تنين الكومودو للهجوم. هذه هي اللحظات الأكثر رعباً التي يدافع فيها تنين الكومودو العملاق عن نفسه بوحشية ضد الكلاب. كانت السحلية محاطة بكلب على طول الطريق الترابي، على الرغم من أن الحيوان كان هادئاً تماماً. أول خصم يندفع إليه ليهاجم الكلب ويضربه مراراً وتكراراً على الرأس. سحال المياه عادة ما تعيش سحال الكومودو في قنوات ومستنقعات المجاري وحتى البرك، وهي تميل إلى أكل الأسماك والثعابين والضفادع. لكن في فيديو اليوم التقطنا مجموعة من الكلاب العدوانية تهاجم السحلية في المستنقع. يبدو أن الخصم ليس مستعدا لهذه المعركة. الآن يقوم بهجمات مرتدة باستمرار. حاولت الكلاب أن تعض السحلية على رأسها، وهذا رد غير معتاد من الحيوانات الأليفة. الكومودو أكبر سحلية على وجه الأرض. يمكن أن يصل وزن تنين الكومودو إلى 166 كيلوغراما. عندما نشاهد الحيوانات تصطاد نعتقد بأنها تنجح دائما، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة عزيزي المشاهد. في معظم الأحيان لا يفعلون ذلك، ويجب عليهم الصيد عدة مرات في اليوم حتى يكونوا ناجحين مرة واحدة. تتعرض الحيوانات البرية لمعاناة في الطبيعة. هناك معاناة كبيرة للحيوانات، لكنها معاناة متوافقة تماما مع أعمال الاصطفاء الطبيعي. ومع ذلك أكد علماء الطبيعة أن الصراعات كانت المحرك الرئيسي لزيادة اللياقة البدنية لدى الكائنات الحية. عند ذكر الحيوانات الشرسة قد يظن البعض أن أشرس الحيوانات لا بد أن تكون من الحيوانات الضخمة ومن آكلات اللحوم تحديدا، لكن الحقيقة أن هناك الكثير من الحيوانات الشرسة التي تكون صغيرة الحجم وليست من الحيوانات المفترسة. وبعض الحيوانات تكون شرسة وعدوانية بطبعها، وبعضها تصبح شرسة فقط عندما تتم محاصرتها واستفزازها. هذا النسر يهبط بجوار دجاجة وفراخها، ولا يستغرق الأمر 5 ثوان لتكون الدجاجة في حالة من الهلع وتدافع عن صغارها بشكل لا يصدق. هذا هو النسر الخطاف. إنه من أكثر النسور القوية على هذا الكوكب إن لم يكن أقوى. لذا فهي ليست نزهة في حديقة الدجاجة، لكنها شجاعة منقطعة النظير. ومع ذلك لن تستسلم الدجاجة لحماية فراخها. عندما يصادف هذان الكلبان سحلية تحاول تسلق شجرة يمسكانها من ذيلها ويسحبانها لأسفل. السحلية كبيرة نوعا ما وتتشبث بالشجرة بإصرار، بينما يقدم الكلب ذيله. يستمر في تسلق الشجرة حتى يسحبها الكلب الأصفر في النهاية. أعتقد أن الكلاب والسحالي ليست أفضل الأصدقاء، وفي هذا المقطع يمكننا أن نرى بالضبط سبب ذلك، حيث إن هذه الكلاب تحيط وتهاجم هذه السحلية دون تراجع. تحصل أكبر الكلاب على عدد قليل من اللدغات السيئة هناك، وتحاول السحلية قصارى جهدها لتجنب الأسوأ.